أدوية منتهية الصلاحية تصل إلى ميناء أم قصر بواسطة حاويات تجارية كانت قد دخلت تلك الحاويات بأوراق مزورة تحمل مواد منزلية، إلا أن مديرية الجمارك في ميناء أم قصر وخلال عملية التفتيش وجدوا 12 طنا من الأدوية التالفة غير صالحة للاستخدام. توصلنا إلى ضبط حاويات مصرح بها أو مكتوب بها مواد متنوعة ومنزلية مشكلة، يعني من قضايا كمبريسرات للثلاجات وورود وزهور وأواني منزلية. وبعد البحث اللي نسميه التسمية العامية احنا أو تسمية الشغل اللي هي شفتنا، توصلنا إلى آخر حاوية وجود أدوية بشرية، وخاصة وجود أدوية للأطفال. مدير الجمارك أكد أن في الأشهر الأخيرة دخلت إلى الميناء أكثر من 30 حاوية بكميات تقدر ب120 طنا من الأدوية التالفة، والتي يتم تسويقها إلى الصيدليات والمداخر. المهربون لهذه الأدوية ألقي القبض عليهم، وتم التحرز على تلك الحاوية داخل الميناء بأمر من القاضي المختص. تحمل ماقورات مال ثلاجات، زين، من اجينا كشفناها لقينا بس بالبدايه اللي هي عباره عن ماقورات مال ثلاجات، الباقي كله ادويه منتهيه صلاحيته، جايبيه بحاويه كله، لان هذا لازم يجي براد. هذا اذا اجى بحاويه من هذا ما يسمح له انه يجي اكثر من درجه 25. وقد تم ابلاغ بها الجهات الجمركيه العليا اللي عندنا بالتعاون مع الجهات ذات العلاقه. طبعا هذه مو بس اول حاله، من حالات كثيره ظهرت. ايضا عندنا بعد 7 حاويات هي ايضا من منشأ مصري وهندي، ادويه محفوظه بدرجه حراره اكثر من 60 درجه، ايضا غير مبرده، وايضا ادويه اطفال. ميناء أم قصر الذي أصبح مؤخرا مدخلا للمواد المنتهية الصلاحية وإن كانت تتعلق بحياة المواطنين، يدر شهريا أكثر من 40 مليون دولار، يعاني من عدم توفر أجهزة الفحص الحديثة لكشف المواد التالفة. أكثر من 30 حاوية محملة بأدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية كادت أن تنهي حياة المرضى في البصرة، لولا من يعمل في هذا الميناء استطاع القبض على مستوردي تلك الأدوية والتحرز عليها. أحمد عبد الصمد، NRT عربية، البصرة.